اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على عيونكم جميعا، صباح المحبة، صباح الرضا، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. يلا يا ريت لو أول مرة تشوفوني تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، وتدعموني بلايك عشان الفيديو يتشاف. ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ كده الفيديو مع بعض. أنا هنا المطبخ كان عندي متكعبل جدا جدا جدا. طبعا مش هعرف أقف أعمل أي حاجة غير لما أخلص من المواعين زي ما انتوا شايفين. يعني المواعين دي أدعي عليها أقول إيه مش عارفة. يعني مش عارفة، مش لاقية دعوة أدعي عليها. أدعي على المواعين. مين زيي بقى كده؟ بس فقُلت لازم أخلص من المواعين الأول عشان بعد كده أشوف أعرف أعمل أتحرّك الفيديو ده هنا كان الساعة 09:00 وحتى ما عرفتش الصراحة أعمل قهوة. يعني أنا لازم الأول يعني أصحى أعمل قهوة وكده عشان أعرف أفوّق، لكن لمّا بيبقى المطبخ متكعبل معايا بالطريقة دي، لأ مش باعرف، مش بييجي لي نِفْس أشربها فاهمين؟ لازم أخلّص حتى المطبخ الأول وبعد كده بقى أقعد أفطر الأول وأشرب قهوة. يعني برضه مش باشربها على معدة فاضية، بتعمل زي قُرحة في المعدة، فخلّي بالكم برضه من حاجة زي دي. ما تشربوش قهوة على معدة فاضية، بتتعب جدًا وبتعمل فعلًا مشاكل في المعدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بقى ابتديت أغسل المواعين، بتسلوني وبتدوني طاقة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وإن شاء الله بإذن الله عندي عشم في ربنا ثم فيكم، إن شاء الله هيجي في يوم من الأيام والقناة هتكبر وتتشاف لإن ربنا ما بيضيّعش مجهود حد. أي نعم أنا عندي رضا الحمد لله بكل حاجة عندي أو ما عنديش، يعني عندي رضا ودايمًا ده اللي باقوله لكم في القنا. باحاول أخلّي الفيديو تستفادوا منه حتى لو بكلمة، يعني مش شرط إني مثلًا إن أنا أشجّعِك وتقومي مثلًا تعملي أي حاجة وراكِ أو أدّيكِ طاقة إيجابية. باحب أتكلّم كلام تاني مفيد بحيث لو أنتِ مش مستفادة من كل اللي أنا باعمله ده، ممكن كلمة تأثّر فيكِ، فاهمين قصدي إيه؟ فعشان كده دايمًا اتكلّموا الكلام الإيجابي، ما تبقوش سلبيين، احترموا مشاعر اللي قدّامكم، اجبروا خواطر اللي قدّامكم. آآ أنتِ ما تعرفيش ممكن ناس بتبقى في حسّاسة جدًا، جدًا، تتأثّر كلمة واحدة تغيّر مودها ويومها وحياتها، سواء بالسلب أو بالإيجاب. يعني في ناس ساعات عارفين في مثل بيقول لك مش عارفة كده، مش عارفة كده يتعلّق بقشّاية، مش عارفة المثل ده. فساعات الإنسان بيبقى في أمَس الحاجة لكلمة حلوة، حتى لو بالكدب، حتى لو بالكدب ولكن هو محتاج إن هو يسمعها. طبطبوا على بعض، ارحموا بعض، حنّوا على بعض. آآ صدقيني أمّا هتقولي كلمة حلوة للي قدّامِك مش هتخسري حاجة، بالعكس يمكن تنجّيكِ من حاجة معيّنة في الآخرة، يمكن دي تبقى حاجة تشيل عنِّك حاجة كبيرة في الدنيا وفي الآخرة، يعني مش في الآخرة بس. دايمًا قبل ما تنطقي كلمة ما ترميهاش كده وخلاص، اعرفيها هتوصل بأنهي اتجاه أو بأنهي معنى للي قدّامِك، لإن طبعًا كل واحد طريقة تفكيره مختلفة عن التاني، كل واح كل واحد بيوصل له الكلمة على حسب تفكيره وعلى حسب تفسيره هو. خلّيكِ دايمًا حاسة باللي قدّامِك. عارفين إحنا لو أخدنا بالنا من كل كلمة بننطقها، يعني بافكّر في الكلمة قبل ما أطلّعها، دي هتتحسب ليّا والّا عليّا، دي هتفضل قاعدة لي في آخرتي وفي دنيتي، والله كان زمان الدنيا هتبقى أفضل من كده بكتير. يعني زمان كان الناس هتبقى أحسن من كده بكتير. بلاش القسوة، بلاش العنف في الكلام، بلاش التجريح، بلاش المُعايرة، بلاش
في ناس بتستخدم أسلوب مثلًا اللي قدّامها حساس أو بيزعل من أقل حاجة تبتدي تشتغل تدمّر نفسية اللي قدّامها بالحتّة دي، لأ. عايزة أتكلّم في نقطة تانية برضه، لو أنتِ مش قوية أو أنتِ مثلًا شخصيتِك ضعيفة أو أنتِ بتتأثّري بسرعة، مش هاقول لِك لازم تغيّري من نَفْسِك، ولكن دي لازم خطوة تقولي لي إزاي، هاقول لِك مع الاستمرارية، ما تاخديش كل حاجة على قلبِك، فاهماني؟ استنوا بس نرجع كده للفيديو المشتريات هنا أهو وبعد كده هاكمّل معاكم. هنا أنا جِبت الموز ده جايبة الكيلو ب12.5، الكيلو ب12.5 ماشي، وجِبت 2 كيلو بصل، ده الكيلو ب5 جنيه، تمام كده، عشان الناس اللي بتحب تنزل وتعرف إيه أسعار أو الكلام من ده. ال البطاطس دي كانت بكام يا ربي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كانت ب7.5، كنت جايبة ال2 كيلو ب15 جنيه، تمام كده؟ كانوا 2 كيلو ب15 جنيه، يبقى لحد دلوقتي الموز والبصل والبطاطس والخيار اللي كان في الأول ده خيار مش حلو أوي يعني، يعني مش للأكل كمان لإني حسيته مش حلو، كبير أوي، فقُلت مش مهم يعني أخلّله ما نشتريش مخلّل من برّه وبيبقى حلو وجميل برضه يعني عادي خالص، المهم بس تعمليه إيه، بطريقة صح. هنا العنب ده برضه كان بكام؟ يا ب8 يا ب7.5. ده كان ب7.5 برضه جِبت 2 كيلو كانوا عاملين 15 جنيه ماشي، بس هنا بقى ابتديت أغسل العنب وأحط الحاجة كده أهو الحاجة دي بتبقى برضه حلوة في البيت مغذية للأطفال وكده، أنتِ لو اديتيهم يجيبوا كيس شيبسي كل عيّل ومش عارفة إيه، هتلاقي نفسِك صرفتِ 20 جنيه، طب وعلى إيه؟ ما تجيبي لهم فاكهة بيها منِّك بتنفعيهم ومنهم صحة، يعني حاجة داخلة لهم بإذن الله يعني حاجة مفيدة، مش حاجة بقى كلّها اللي هو نترات الصوديوم والحاجات المسرطنة دي، الله أكبر، ربنا يبعدها عننا يا رب ويكفينا شرّها، لأ هاتي لهم حاجة مفيدة وفي نفس الوقت حاجة صحّية ونفعتيهم ما ضرّتهمش، فاهماني؟ يعني أنتِ ممكن تجيبي كيلو عنب، إيه كيلو عنب ب7.5 تمن كيس شيبسي، هاتي كيلو موز تمن إيه، كيسين بسكوت، خلاص كده، يعني فاهمة؟ على حسب عدد أسرتِك هاتي، وأمّا تنزلي تجيبي فاكهة ما تكتّريش عن صنفين، عشان الحاجة ما تقعدش وتتهدّر وتبوظ ومع بال ما يخلّصوا صنف يكون الصنف التاني باظ أو كده، لأ حرام. دلوقتي العيشة ربنا يقدّرنا كُلّنا عليها بالكتير أوي، يعني ممكن تجيبي صنف وممكن تجيبي 2 يعني ما تكتّريش عن كده، وأمّا يخلصوا هاتي تاني. وطبعًا ما تلزميش نَفْسِك بكمية، أنتِ مثلًا معاكِ عيّل واحد هتقلّلي، معاكِ عيّلين معاكِ 4 فاهمة؟ يعني أنتِ ما ترتبطيش بأي كمية من أي حد. هنا بقى إيه، بُصّوا خلّصت خلاص المطبخ وكده، قُلت بقى إيه، أعمل كوباية قهوة أضبط دماغي بيها بقى. آآ مش عارفة القهوة دي بقى بتعمل لي حاجة غريبة برضه، يعني أنا مستجدة، مستجدة، يعني أنا مش كنت طول عمري باشرب قهوة لأ، أنا بقى لي حوالي بس كده سَنة ونُص، بس حاسة عملت لي مشاكل برضه والله، مش عارفة بقى أنا اللي جسمي ضعيف والّا إيه، يعني باشربها وبتعلّي لي ضربات القلب جامد أوي، يعني قلبي كده بيقعد يرفرف، تقريبًا هي يعني، تقريبًا هي، الله أعلم. قُلت إن شاء الله أبقى أعمل إشعة إيكو وكده أطمن على قلبي، لإن ساعات قلبي بيقعد يرعش كده، باحس جسمي كُلّه مش عارفة أتحكّم فيه، آآ والضربة بتاعته قوية، قوية جدًا يعني، ضربته حاسة الضربة بتاعته بتهز جسمي كُلّه، فقُلت إن شاء الله أبقى أعمل إشعة إيكو أطمن، مع إن أنا مش من سكة الدكاترة خالص، باكره إن أنا أوهم نفسي والحاجات دي، بس قُلت إيه إن شاء الله برضه أعملها مع الوقت أطمن على نفسي. كنت أرجع تاني للكلام، هنا بُصّوا ده باحط كربونات وخل، الحركة اللي أنتم عارفينها معايا يعني، عشان الحوض دايمًا يبقى إيه، نضيف كده ويتسلك. أرجع للكلام اللي إحنا كنا بنقوله تاني، طَب افرض أنتِ واحدة شخصيتِك ضعيفة،
أو أنتِ واحدة بتاخدي كل كلمة على أعصابِك وعلى قلبِك، وممكن كلمة واحدة تأثّر فيكِ. على فكرة أنا كنت كده، مش هاقول لكم إن أنا متماسكة وجامدة ومش عارفة إيه، لأ، ده أنا كانت أقل كلمة تأثّر فيّا وأكتر كلمة خلاص ممكن أنام عيانة، والله بجد، يعني ممكن أنام عيانة بسبب كلمتين سمعتهم من حد. ولكن ابتديت أعوّد نَفْسي لأ، إن أنا ما أتأثّرش باللي قُدّامي، يعني ابتديت، أنا لسه ما وصلتش للمرحلة اللي أنا أكون راضية بيها عن نَفْسي، ولكن لازم تحاولي. طَب افرض أنتِ مش عارفة تحاولي وخلاص دي شخصيتِك وكده، يبقى لازم تتظاهري بالقوة، لازم تتظاهري قُدّام اللي قُدّامِك إن أنتِ مش أي كلمة استفزِّتِك، مش إن أنتِ هتنهاري من أقل كلمة. كده أنتِ بتدّي فرصة لعدوِّك أو للشخص اللي هو بيلعب على أعصابِك أو بيغيظِك، إن هو خلاص هو عرف نقطة ضعفِك إيه، فبالتالي هيفضل مستلمِك بقى بنقطة الضعف اللي عندِك، فاهمة قصدي؟ يبقى كده أنتِ اللي بتدّي له فرصة، يعني أنتِ اللي بتدّي للي قدّامِك فرصة إن هو يحطّمِك بمعنى أصح، إن هو عرف بقى هو خلاص بيلعب على الحتّة الضعيفة عندِك، على خلاص بقى أنتِ بتتأثّري، بتتغاظي، بتتنرفزي بسرعة، بتتعصبي بسرعة، لأ تظاهري إنِّك أنتِ جامدة، حتى لو أنتِ خلاص مش قادرة من جواكِ، ولكن لازم تتظاهري قدّام الشخص اللي بيعمل لِك كده ده، أو اللي هو ناوي يعكّر عليكِ صفو حياتِك، لازم تتظاهري بالقوة، لازم تبتسمي وأنتِ في أشد الحاجة للانفجار. فاهمة قصدي إيه؟ لإن هو كده مش لُقم ولا خُبْث، لأ، 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 مش كده خالص، كده أنتِ بتدّيه فرصة يعني بتخلّي له يوصل له إحساس إن أنا لأ ما اتأثّرتش، قُل أنت في الخمر يا ليل، قُل زي ما أنت عايز، أنا ثابتة وقوية ومش هانهار فاهمين قصدي إيه؟ ولكن إنِّك تحاولي تقوّي من نَفْسِك، لازم خُدي الخطوة دي في حياتِك، لازم تبدئي تقوّي نَفْسِك بنَفْسِك، لازم تحبّي نَفْسِك أيًا كان شكلِك إيه، أيًا كان وزنِك إيه، أيًا كانت إمكانياتِك، أيًا كان وضعِك إيه، لازم تحبّي نَفْسِك زي ما هي، لازم ترضي عن شكلِك، عن جسمِك، عن حياتِك، عن ولادِك، لازم ترضي بكل حاجة حواليكِ. الرضا ده هيولِّد جواكِ سعادة، هيولِّد جواكِ استقرار نفسي، هيولِّد جواكِ طمأنينة. حبّي نفسِك، ما تتأثّريش بكلام أي حد، آآ ما تبرزيش عيوبِك أو ديفوهاتِك للشخص اللي قدّامِك عشان ما يفضلش يستفزِّك ويبقى شغّال على النقطة دي إن هو يقلِّل من نفسيتِك أو يحطّم من نفسيتِك بالحاجة اللي زي كده. يا ريت تكونوا بتستفادوا معايا حتى لو بكلمة بسيطة، أنا هنا باكلّم اخواتي وحبايبي بكل تلقائية بالكلام اللي أنا باعرفه، بيطلع من قلبي وأكيد بيوصل لقلبكم، من غير زواق، من غير نفاق، من غير ما أجوّده، لأ هو زي ما أنا نِفْسي إن أنا أوصّل لكم معلومة طالعة من قلبي أكيد بتوصل لقلبكم، بس كده. يا رب تكونوا بتستفادوا معايا حتى لو بكلمة واحدة، حتى لو بمعلومة صغيرة. إن شاء الله عندي أمل في ربنا إن القناة هتكبر بتوفيق ربنا ثم بدعمكم ليّا، يا ريت اللي يعرف اللي بيشوف قناتي يا ريت يعرّفها لغيره، وتعملي لايك للفيديو لإن ده الحاجة الوحيدة اللي هيخلّي الفيديو يترفع وأكبر كمية من الناس تشوفه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.